ولا حاجة، حقك الشرع محللهولك، احرمه انا عليك؟ طب ازاي؟ قصدك ايه؟ جوازك من جليلة النبراوي. انت عرفتي؟ اهلا يا توتو، اهلا. لا مؤاخذة ابو الادهم، معايا ضيف. خليه يتفضل. اتفضل. مساء الخير يا ادهم. اهلا. ايه راجع عبد الدايم؟ معقوله؟ مش تقول ان انت اللي يا اخي لخبطتني. اتفضل اتفضل، ثواني وهكون عندكم. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضل اتفضل اقعد. يعني طلعتوا معرفة بعضيكوا اهو. مين؟ صديق قديم وزميل ليه. راجي؟ اشمعنى راجي؟ مالي صحاب الا راجي ولا ايه؟ جاي عاوز ايه؟ انت ناسي انه صاحبي ولا ايه؟ ايوه بس ده عمره ما زارك، انت اللي دايما بتروح تزور. لا وكمان المره دي جاي وجايب معاه توتو السمسار. جايين عاوزين ايه؟ مش عارف. طب روح شوفهم عايزين ايه. اشوف. والاستاذ بقى جاي عشان يشتريها. يشتري ايه؟ عدم مؤاخذة، الشقة اللي انت كنت قاعد فيها مع المدام الاولانية. اللي في برج الشاطبي. بالظبط يا ادم، الشقة اللي في العمارة اللي انا ساكن فيها. ويا ترى عايز تشتريها ليه؟ ايه؟ بتفكر تتجوز ولا ايه؟ يعني هتبيع ولا لا؟ يعني كان لازم تجيب معاك توتو. لا مؤاخذة يا توتو، اصلنا اصحاب قدام. على فكرة توتو هو اللي جابني وما كنتش اعرف انك ساكن هنا. قلت ايه يا ادهم؟ قلت لا اله الا الله. يا ريت. الشقة دي انا اتنازلت عنها للفوزية بعد ما طلقتها بيوم واحد. يعني انت كنت هتاخد عمولتك لو تمت الجوازة من احمد بهادر؟ كنت هاخد مكافأة يا فندم، هي الحاجات دي فيها عمولة برضو. يا خسارة. معلش، خيرها في غيرها. يا اخي بيعجبني فيك ان انت ما بتيأسي ابدا. لا حياة مع اليأس. بس تعرف انت تستاهل المكافأة. على ايه بقى؟ على ايه؟ على الدور اللي انت لعبته. بس يا خسارة ما كملش. بالعكس، دورك كمل وللآخر. بصراحة مش فاهم. هقولك، انا اخدت منك اللي انا عايزاه. انت مش كنت عايزني اتجوز احمد بهادر صح؟ صح. وانا اتجوزت فؤاد ابن عمه صح؟ صح. انا خليتك تستدرج احمد انه يجي يخطبني في نفس الوقت اللي كنت قررت فيه ان انا اتجوز فؤاد ابن عمه، بس حبيت ان فؤاد يسلب طوله قدام ليلى خطيبته الاولانيه، وان احمد ياخد القلم قدام اخته وقدام فؤاد صح؟ برضو صح. يبقى انت لعبت الدور اللي انا عايزاه. ايوه بس من غير ما اعرف. ما هي حلاوه اللعبه انها تمت من غير انت ما تعرف. ياه، وانا اللي كنت فاكر نفسي لعيب وبخطط لك. علشان تعرف، مش انت لوحدك اللي بتعرف تتكتك يا استاذ. لا ده حضرتك جامده قوي، ده انت قد 10 زيي. بقول لك ايه، ما قلنا بلاش الكلام ده، ما باكلش منه. انا اللي يهمني الطاعه والاخلاص. طوعني في كل اللي هقولهولك، نتشاور انا وانت مع بعض، نتفاهم على كل حاجه، وانا وانت وفؤاد نحط ايدينا في ايدين بعض هنسوي الهوايل. وانا من ايدك دي لايدك دي. طب قولي، كنت هتطلع بكم من اللعبه لو تمت؟ قول ما تتكسفش. بشقه الشاطبي، الشقه اللي في برج الشاطبي. الله الله الله، شقه الشاطبي مره واحده؟
ده انت كنت عايز تورث ادهم قباري بقى. لا بس حضرتك من غير ما تكوني فيها والله. شقة الشاطبي مرة واحدة. بيع وشراء يعني بالتقسيط المريح. وانا بعتلك. وعقد البيع اهو، وفاضل على امضة حضرتك. الله الله الله، ده انت متأكد قوي. انا متأكد من كرم حضرتك. كرم حضرتي ولا شطارة حضرتك يا ضبع؟ من الاتنين يعني يا فندم. وطريقة الدفع ازاي؟ حضرتك مشترية الشقة ب80,000، هتكرمين يعني في 5 تبقى ب75. أنا مرتبي 1000 جنيه في الشهر في الشركة، يعني تقدري تخصمي نص المرتب 500 يعني كل شهر. ماشي، وادي امضتي. وادي المفتاح كمان. واول سنة هدية مني ليك. لا يا سيدي، اول 10,000 جنيه هدية مني ليك. الف مبروك. ربنا يخليك يا فندم ويطرح البركة فيك يا مدام فوزية. استاذ مع الاستاذ ربيع عبد الدايم يا فندم. خليهم يتفضلوا. اتفضل. مساء الخير. اهلا يا توتو. ازيك يا مدام فوزية؟ اهلا يا راجل، ازيك انت؟ الله يخليك. اتفضل. ازيك يا سامي؟ ازيك يا راجل؟ اتفضل يا راجل بيه. ده توتو. اهلا يا راجل، شرفت ونورت. الله يخليك. خير. البيه عاوز يشتري شقة حضرتك بتاعت برج الشاطبي. الشقة اتباعت خلاص. بعت لمين يا مدام؟ اتباعت وخلاص يا توتو. بس البيه فلوسه كاش على الترابيزة. اسفه يا جماعه، الشقه اتباعت من مفيش 5 دقايق، قبل ما تشرفوني على طول. ايوه، ده دي بالذات كان لازم افهمها. اول مرة مفهوميتك تخيب يا توتو. قهوتك ايه يا راجل؟ لا متشكر قوي يا مدام، مفيش لزوم. قهوتك مشروبة مدام، واذا كان ولا بد يعني نشربها في مكتب الاستاذ سامي. ماشي، يلا يا توتو. اتفضل يا راجل بيه. بعد اذنك يا مدام فوزية. مع السلامه، شرفت ونورت. قطمه احسن من نحته. بقول لك ايه يا توتو، ما تضيعش وقتك ووقتي. لا، من ناحية وقتي مالكش دعوة. اديني بشتغل برضه ومستحمل زبون زي حضرتك كده، وعارف انك في الاخر هتبيع، بس عايز توصل لاعلى سعر. وانا مش هبيع يا توتو، ما تاخذنيش يا راجل. انت ما ترضاش تاخد بيت عشان تسكن فيه. يا جدع انت، شقة برج الشاطبي دي لسه ما بقتش بيتك. الله، وبعدين برضه لا مؤاخذة صديقك وعايز يشتري يا اخي، وهيدفع كاش وانت شاري بالتقسيط، وفرق السعر هيخش جيبك، يعني هتلهف لك قرشين مش بطالين، وانت لا دفعت الابيض ولا اسود. اسال الاول، ليه راجل عبد الدايم عاوز يشتري الشقه دي بالذات؟ يعني فيها بير بترول يا خي. امال لو مش انا اللي شورت عليك الشوره دي، ده انا اللي فطمتك على الشقه. ليه يا راجل؟ اشمعنى الشقه دي؟ عاوز اترقى زيك يا سامي. ما انت ساكن في العالي يا اخي. هي الناس لما تعوز تترقى تطلع في العالي ولا تنزل لتحت؟ لا، ما انا اصل السطح بتاعي زيه زي البدروم، وعشان اطلع العالي لازم انزل لتحت. انا بقى دونا عن خلق الله كلهم، عشان اترقى لازم انزل لتحت. طب ما تنزل لتحت في اي عماره تانية. ما ينفعش، اصل انا بحب اوضتي اللي فوق السطوح قوي، ارتبطت بيها، ما عدتش بعرف اكتب ولا اقرا الا فيها خلاص. عشان كده انا اخترت الشقه دي لانها قريبه من الاوضه. طب ما تخليك في اوضتك يا راجل. يعني يتجوز بنت الاكابر في الاوضه يا نور؟ يتجوز؟ راجل عبد الدايم يتجوز وبنت اكابر كمان؟ بنت يحيى بيه بهادر. انا سامي هتبيع ولا لا؟ ب100,000 جنيه. وانا جاهز. جاهز؟ منين؟ ورثت مين يا عبد الدايم؟ ورثت خالي اللي في البرازيل يا سامي. ولا كنز البهدرية حصلك انت كمان؟ بقول لك ايه، احنا اصدقاء، واي اسئله عندك دلوقتي اجلها لو سمحت، وقول لي ناوي تبيع ولا لا؟ كاش. كاش يا سامي. ماشي. عمولت يا بهوات.
ده أول طلب نطلبه منك يا وفيق بعد كل اللي عملناه لك. إحنا اللي طفشنا الشركة الأولانية بوسائلنا، وإحنا برضو اللي أقنعنا الشركة التانية تدفع لك المبلغ الكبير ده كله برضو بوسائلنا. إحنا اللي ضاعفنا ثروتك وثروة أسرتك يا أستاذ، وإحنا اللي أقنعناهم بالبيع، وإحنا اللي جبنا لك العقد من جوز أختك. إحنا بينا اتفاق يا وفيق. ايوه بس بصرف النظر عن الاتفاق، يعني انا طبعا بعد اللي سمعته عنكم وعرفته عن قوتكم ما اقدرش ارفض لكم اي طلب، بس اشترك في جريمة قتل، قاتل اللواء جد الله. أيوة، هتقتل جد الله نبراوي وهتفتح خزنته وهتجيب لنا كل المستندات اللي فيها. قوم يا وفيق وما تضيعش وقتنا ووقتك. بس هو سؤال واحد مفيش غيره، يعني اشمعنى يعني اللواء جد الله بالتحديد؟ بس الأول نتفق عن مبدأ. مبدأ؟ مبدأ ايه بس؟ هو من حيث المبدأ انا لازم انفذ اللي انتوا عايزينه. اللواء جد الله بيجمع عنا تحريات بقاله أكتر من 10 سنين وقبل ما يطلع معاش، وإحنا بوسائلنا قدرنا نعطل تحرياته دي شوية، لكن رجع تاني نخرب ورانا. جد الله حول بيته دار لإيواء التائهين، تمويه. تمويه؟ أيوة تمويه، عشان يضحك علينا، لكن إحنا ما بيضحكش علينا أبدا، ولا جد الله بيهمد، ومفيش حل غير تصفيته والحصول على الأوراق اللي في الخزنة. خد الظرف ده وفيه كل الخطة. هتنفذ اللي فيه خطوة خطوة. لازم الليلة جد الله يكون مقتول. الفلوس اهي 100,000 جنيه. مبروك عليكم انتوا الاتنين. الله يبارك فيك يا توتو. تعالى بقى اسلمك الشقه. اتفضل يا راجل. سلام انت يا توتو. ايه؟ انت ليه مش سعيد يا راجل؟ هو في اكتر من السعاده اللي انا فيها دي؟ ده انا متمرمغ في السعاده، محكوم عليا بالسعاده. السعاده دي قدري. انا مش هسألك انت جبت الفلوس دي منين، لاني كنت بتضايق منك قوي لما بتسألني نفس السؤال ده، لكن انا حاسس انك قتلت حد عشان تاخد الفلوس دي. قتلت مين يا راجل يا عبد الدايم؟ نفسي. قتلت نفسي. نفسك؟ انت كل يوم بتزيد غرابة عن اليوم اللي قبله. ارجوك يا سيدي خد الفلوس دي من هنا وسيبني لوحدي دلوقتي. ماشي، اتفضل المفاتيح. مبروك. سلام يا راجل.
بقى جايه بقى تقولي انك هتتجوزي راجي عبد الدايم، جايه تستأذني ابي وفيق بقى؟ لبنى بالراحه على البنت شويه لحد ما نشوف رأي عمها ايه. انا جايه ادي عم وفيق خبر، وعلى فكره بابا موافق. ما تفهمينيش غلط يا هناء، انا بس افتكرت اللي جم خطبوني من عمك وفيق. لبنى ايه يا عايده، انا وادهم متفقين على كل حاجه، وادهم عارف كل اللي جم خطبوني قبليه، حتى عارف ان راجي كان هيجي عشان يتقدم يخطب. يا جماعه خلونا في المهم دلوقتي. وفيق تعبان قوي، وفيق هيضيع مني، ده حتى الاكل رفضه. يا جماعه وفيق عنده مشكله ومحدش هيقدر يحلها غير ادهم. خلاص يا عايده، انا اتكلمت مع وفيق واتفقت معاه على كل حاجه. لو قدرت يا ادهم تروح انت تجيبه وهتبقى قدمت لي خدمه كبيره قوي. هو مين؟ ابني شريف يا لبنى. طب ما تروح حضرتك تجيبه. للاسف انا لازم افضل موجود في اسكندريه الفتره اللي جايه. يعني بقائك في اسكندريه اهم من انك تجيب ابنك؟ انا عارف انا بقول ايه يا لبنى. يا لبنى احنا اتفقنا خلاص، انا اجيب شريف وانت تتفرغ للمشاكل اللي عندك. ومش هصدق ليه بقى يا سيدي انك عمي؟ عارف جايز مش باين عليا ولا ايه؟ لا ما اقصدش. ولا تقصد يا سيدي؟ بس اقول لك شكلك كده مش هتصدق، مش عارف ليه. اذا كان والدي اسمه وفيق درويش بهادر وحضرتك اسمك ادهم ابار ابو عافيه يبقى مش عايزني اصدق انك عمي؟ جميل، لان انا ابن الداده ست ابوها، جدتي العزيزه اللي امي ياما حكيت لي عنها. تمام. بس المرحومه امي ما جابتليش سيره عنك خالص. لانها ما كانتش تعرف، ما فيش حد كان يعرف، حتى انا ما كنتش عارف. ياه، ايه الحياه الغريبه اللي احنا عايشينها دي؟ ولسه هتستغرب اكتر لما تعرف اني عمك وفي نفس الوقت جوز عمتك. لازم عمتي لبنى، لان عمتي فيفي متجوزه منير شلبي. معلوماتك قديمه شويه، عمتك فيفي اتطلقت من منير شلبي. يبقى اكيد على ايدين عم يحيى. لا، المره دي على ايدين ابوك العزيز. طبعا، ما هو مش ممكن يكون على ايدين عم عمر. واضح ان عندك المعلومات الكامله عن العيله. طبعا، وبالصور. انا عندي صور لكل عيله بهادر. الله يرحمها كانت دايما تحكي لي عن العيله كلها. حتى خالتي عايده الفتره اللي انا عشت معاها كانت معيشاني في كابوس فظيع اسمه عيله بهادر. فعلا كابوس. بس تعرف يا شريف، انت جزء كبير من الكابوس ده. انت حته مهمه من احشاء عيله بهادر، واذا كان العيله دي هيكون لها مستقبل فالمستقبل هيبقى على ايديك انت. الله الله، خطبة جميلة ومؤثرة. يا ريت كل الناس كانت سمعتك. أنا بعتذر يا أستاذ أدهم إن زمايلي الصناعية مش معايا عشان يسقفوا لك. لا كويس إنهم مش هنا. صدقني يا شريف، أنا مش جاي عشان أديلك محاضرة، بس تعرف فيك جزء كبير من السخرية اللي عند والدك. يا عم أدهم سيبني في حال، الله لا يسيئك. ماشي، أبوك تعبان وعاوزك. كان فين هو بقى لما كنت أنا وأمي تايهين في الشوارع؟ لعلمك ما حدش له جميل عليا إلا الأستاذ شفيق المحامي والمعلم شبراوي الله يرحمه. يا سيدي جميلهم فوق دماغنا من فوق، بس ده أبوك برضه. ولا تحب أقول لك إن أبوك رافض ياكل إلا لما سيادتك تيجي؟ يا سيدي روح له، اتناقش معاه، اديله فرصة، وإذا كان هو فقدك كأب حاول أنت تكسبه كأب. اشمعنى أنا اللي أكسبه يعني؟ اشمعنى أنا اللي أروح له؟ أنت عايزه يعمل إيه أكتر من كده؟ ثم هو جالك، والإنسانية بتقول إن الابن يحافظ على مشاعر أبوه
ثم ابوك ما غلطش فيك. غلط في امي. محدش يعرف الحقيقه غير نقشه. امك اتطلقت زي اي ست ما بتطلق، ثم ده لا يعني انك تقتله من الحزن عليك. بعدين اسمع يا شريف، انا حاولت معاك كل اللي اقدر عليه، بعد كده مش هقدر اقول لك اي حاجه، انت حر يا اخي. السلام عليكم. عم ادهم، انا هاجي معاك، بس نعدي الاول على الورشه نسيب خبر ان انا هغيب يومين. يلا بينا. ممنوع دخول يا هاني. خير؟ سيادة اللواء جاد الله اتقتل. اتقتل؟ كنت عاوزني اعمل ايه بس يا شريف؟ حظ كده يا حبيبي. طول عمري والمرحومه امي بتحكي لي عن ابويا على انه اطيب اب واحن اب في الدنيا. لما ماتت وعشت معاكي محدش كرهني في الدنيا في ابويا غيرك. ايوه يا خالتي، محدش كرهني في ابويا غيرك. انت اللي مع كل لقمه كنت باكلها كنت بتسمميني بالكلام عن ابويا. مغرور، الكذاب اللي عاش في كذبه ان مراته مش وفيه وصدقها. ايوه يا خالتي، محدش كرهني في ابويا غيرك. ازاي دلوقتي عايزاني اقبل انك تتجوزيه؟ في حاجات حصلت انت ما تعرفهاش. عرفيني. انا فعلا يا شريف كنت ناويه انتقم. بلا انتقام بلا كلام فارغ. ياك تكوني مصدقه الكلام اللي انت قلتولي عن الحب. حب ايه يا خالتي؟ حب ايه اللي يخليكي تتجوزي جوز اختك؟ اختي ماتت يا شريف، مامتك ماتت ولازم تعترف بالحقيقه دي. اهلا يا شريف. اهلا يا بابا. وضبت اوضتك؟ بابا صدقني انا تعودت على حياه ومش هقدر اغيرها. انا مش هناشك الليله دي في البلاط والاسمنت. انت لو تعرف انا جاي منين كنت رحمتني شويه. وضبت اوضتك ودخلت تنام فيها من سكات. انا حاولت معاه لكن شريف رفض. انا شايف يعني شنطة هدومك الكبيرة
لو كنت رافض تقعد معانا جايبها معاك ليه؟ انا فعلا يا بابا كنت جاي اقعد معاك مده، لكن ايه اللي غير رأيك؟ أنا وجودي هو اللي خلاه يغير رأيه. شريف معترض على جوازي منك، معترض على جواز خالته من أبوه احتراما لذكرى أمه. محدش هنا يقدر يجيب سيرة أمي. ولد اخرس خالص. لازم تعرف ان البيت ده بيتي واني ابقى ابوك، واذا ما كانش عاجبك تقدر تاخد هدومك وتخرج بره حالا. لا يا وفيق، شريف لازم يفضل معايا. شريف أمانة في رقبتي. أنا ما صدقت إنه جالي. دي وصية أمه ليا. وحضرتك عملت بالوصيه تمام. بابا لو سمحت، في موقف بينا ولازم يتصفى. خلص حسابك مع خالتك وبعدين تعالى خلص حسابك معايا، واللي له حق عند التاني ياخده مني. انا ماليش حاجه عندك. اسمع حضرتك يا ولد، ولما تتكلم مع ابوك تتكلم باحترام يا تخرس خالص. بالراحة شوية يا وفيق على الولد. ما انا قلت لكم خلصوا حساباتكم مع بعض، وبعدين انا ليا حساب معاكم، ولو كان ليا حق عند حد هاخده منه. وخلي بالك انا بتكلم عن حق الاب على ابنه وحق الزوج على زوجته. خلصوا حساباتكم مع بعض وبعدين تعالوا لي. العيله دي ما ينفعش معاها غير سياسه الهجوم، خير وسيله للدفاع. طبعا لازم تبدأ بالهجوم على أي شخص في عيلة بهادر قبل ما يهجم عليك، عشان تثبت لهم إنك بهادري بصحيح. بس تعرفي يا عمتي، هناء باين عليها ذكيه وشجاعه، مرة واحدة. وعرفت كمان ان فيها شبه كبير منك، بس من غير شويه اللقم اللي عند حضرتك. شريف، انت ناسي ان انا عمتك؟ انا لئيمة برضو يا شريف. هجاوبك على سؤالك لما تجاوبيني على سؤالي. انت ليه يا عمتي قعدت يوم بحاله تحفظيني معلومات كافيه عن كل عيله بهادر، كبيرها وصغيرها؟ علشان انت ابن وفيق بهادر. انت يا شريف اللي هتشيل اسم وتاريخ عيلة بهادر. انا واحدة ست وولادي عمرهم ما هيبقوا بهادرية. انت اللي هتشيل اسم العيلة دي، وده اسمها كبير قوي، عيلة بهادر اللي أسسها درويش بهادر. يعني بالظبط زي ما كان بابا هو الوريث الوحيد لتقاليد ابوه اخلاق ابوه. ايوه يا شريف، ما انا لسه قايلالك انت اللي هتشيل اسم وتاريخ عيلة بهادر. انت عارف ان ابوك وفيق عامل ملف لكل شخص في عيلة بهادر، حاطط فيه كل كبيرة وصغيرة. انت عارف كمان ان انا صورت كل الملفات دي من ورا ظهر ابوك وشايلها عندي، وهديك كل الملفات دي. ايوه هديها لك عشان تعرف اسرار وفضايح عيلة بهادر. انت فعلا يا عمتي زي ما قال لي عم ادهم عليك. قالك ان انا صورة مصغرة من وفيق بهادر، مش كده؟ صح، هو ده اللي قاله لي بالحرف الواحد. غلط، اكبر غلط. انا نسخة من وفيق بهادر، بس مش مصغرة ولا حاجة، نسخة طبق الاصل، لان انا وفيق زي المرحوم درويش بهادر. انت اللي نسخة مني انا وفيق، بس نسخة مصغرة مننا. انا زي راجي عبد الدايم ولا زي وفيق بهادر؟ راجي عبد الدايم ده مسكين غلبان، بيلبس جلد الديابة علشان يتدارى من الديابة اللي بحقه حقيقي زينا، ويمكن ده اللي ما خلانيش اوافق اتجوزه. يا عمتي، يا اما انت بتحاولي تديني دروس فعلا علشان ابقى زيك وزي وفيق بهادر، يا اما انت شايفاني كده فعلا. ايوه يا شريف، انت كده فعلا، بس برضو لازم تاخد دروس. تعرفي ان انا بدأت اصدقك فعلا؟ طبعا يا شريف، طبعا لازم تصدقني. فين الغالي ابن الغالي؟ طب قولي الاول صباح الخير. صباح النور يا مرات اخوي. ها،
فين ابن وفيق؟ قصدك شريف. انت عمتي فيفي صح؟ بسم الله ما شاء الله عليك، عينيك الخالق الناطق زي والدتك بالظبط. هي كانت صاحبتك يا عمتي؟ صاحبتي دي كانت حبيبتي الروح بالروح. معلش يا عايده ما تزعليش. ولا هزعل ولا حاجه، المرحومه برضو كانت اختي، وحتى لو ما كانتش اختي فتبقى مرات حبيبي وفيق. وماله يا حبيبتي، ما يضرش. انا بس كنت بجاوب على سؤال ابن اخويا. بس المرحومه بقى كان ليها راي تاني. هي اللي ما كانتش بتحبني، بس ربنا يعلم انا كنت بحبها قد ايه. ايوه يا عمتي، بس طول فتره جوازها من بابا انتوا ما كنتوش بتكلموا بعض. من ناحيتي انا لا، هي مره واحده بس اللي انا اتخانقت فيها معاها. يوم ما افتريت عليها ورحت قلت لبابا انها كانت بتكلم خطيبها الاولاني في التليفون، مش كده؟ وخطيبها الاولاني ده يبقى مين؟ شفيق عبد الحي المحامي. لسه برضه مصره يا عمتي انها كانت بتكلمه في التليفون؟ ايوه كانت بتكلمه من ورا اخويا. كانت بتقول له ايه يا عمتي؟ اهي كانت بتكلمه بقى وخلاص يا شريف. شفيق عبد الحي المحامي هيبقى جوز عمتك فيفي يا شريف. يستاهل. يا سلام عليك يا شريف، برضه دمك خفيف زي المرحومه والدتك. شريف مامته حكياله على كل صغيره وكبيره في حياتها. بس تعرفي يا عمتي، هي كانت بتحبك بصحيح فعلا. هي ما تنساش ابدا يوم ما عيت ومغص الكلى عيله عليها وبابا كان مانع عنها الفلوس، وانت اديت لها الفلوس من ورا بابا. اللي كنت اقدر اعمله عملته يا شريف. هي صحيح الفلوس كانت من حصاله عمتي لبنى، لكن ما يضرش برضه. انت اللي اديت لها الفلوس من ورا بابا، وبابا لما عرف اتخانق معاكي. انا ساعتها زعقت له، وحتى اساله زعقت له وقلت له حرام عليك يا وفيق، دي غلبانه ومقطوعه من شجره. من يومها يا عمتي وهي بتحبك جدا وبتغفر لك كل المقالب اللي عملتيها فيها. فين وفيق يا عايده؟ في اوضته بيشرب القهوه. طيب اما اطلع له. اهلا يا فيفي. صباح الخير يا اخويا. صباح النور، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بقول ايه، انت حظك كويس، صبي لك بقى فنجان قهوه في فنجان عايده. لا يا وفي، انت قهوتك ساده وانا قهوتي سكر زياده. قهوتك مره عليا. على رايك هشربك القهوه كمان مره. كده طيب يا وفي، بالعند فيك بقى هشرب القهوه. اتفضلي. خير يا فيفي؟ نفسك في الدنيا معايا يا اخويا. طيب خشي في الموضوع. انا جالي عريس. كويس. يا ترى مين بقى سعيد الحظ المره دي؟ شفيق عبد الحي. تاني شفيق عبد الحي؟ لا لا يا وفيق، الا الجوازاتي. انا هتجوز شفيق عبد الحي. ولما انت هتتجوزيه جايه لي تاخدي رايي في ايه؟ ايه يا وفيق، بالراحه على نفسك شويه، ده انت عيان. الهانم هتتجوز شفيق عبد الحي. ايوه بس انت خلي بالك من نفسك. خلاص يا فيفي، روحي اتجوزي شفيق عبد الحي، انت حره، بس يكون في علمك الجوازه دي مسؤوليتك، وارجو بقى انك انت ما ترجعيش تعيطي لي بعد كده. مش هعيط يا وفيق، عن اذنك. اشوف وشك بخير يا شريف. ما تنساش تبقى تيجي تزورني، ولا انت كمان بقى هتعمل لي بقى؟ لا 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 يا عمتي، ان شاء الله هاجي. والف مبروك جوازتك من المحامي شفيق عبد الحي. انا واثق ان انت هتبقى سعيده جدا مع واحد زي شفيق عبد الحي. روح، الهي يطرح البركه فيك يا شريف يا ابن عواطف. لا 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 يا عمتي، ارجوكي اوعي تنسي في يوم من الايام ان انا ابن وفيق بهادر. هو في حد قال حاجه؟ اتفضلي يا عمتي، اتفضلي.
ما تنساش. لا مش هنسى. مستنياك يا شريف. ان شاء الله. مع الف سلامه يا عم. الله يسلمك يا حبيبي. معقول بقى انت ابن عمي؟ معقول يا ماما؟ اهو قدامك اسأليه. اهو اللي حصل بقى. يا ريت تتنازلي وتقبلي ان انا اكون ابن عمك. ودمك خفيف كمان. وانت باين عليكي ذكيه واذكى من عمتك لبنى. امال ايه الكلام بقى اللي قلبين الدنيا عليه ان انت طالعه لها؟ لا ده انت كارثه باين عليك. وعلى فكره انا عامل ملف لكل واحد في عيله بهادر، كبيرها وصغيرها. حلو حكايه الملفات دي كمان. لا انا مش بهزر، انا بتكلم جد. حكايه الملفات دي حكايه صحيحه جدا. انا بقالي فتره بوضبها قبل ما اجي، وعامل ملف لكل واحد شايل اسم بهادر. طب وايه لزومها الملفات دي بقى؟ علشان افتح الملف لاي واحد ساعه اللزوم. انت جاي بقى زي ما بيقولوا من ورشة البلاط عشان تفتح لنا الملفات. فتح الملفات ده هو التعبير المهذب والاكثر تحضرا من التعبير الشعبي اللي بيقول فرش الملايه اللف. عن اذنك يا شريف انا اعمل لكم الشاي. اتفضلي. الله يجازيك، فكرتني بواحد صاحبنا. اوعى يكون راجع عبد الدايم. ايه ده؟ انت ايه؟ انت مين؟ انا ابن وفيق بهادر. ولما انت بالشجاعة دي وعارف عننا كل حاجة، عشت مع مامتك السنين اللي فاتت دي كلها في السر ليه؟ احتمال يكون لنفس السبب اللي خلى والد حضرتك يتجوز في السر. اهي دي بقى نكتة سخيفة منك. لا دي مش نكتة يا فيلسوفة. الملفات اللي عندك غلط يا استاذ، يا اما المعلومات اللي انت مخزنها اتلخبطت على بعضها. جايز اللي اتجوز في السر واحد تاني غير بابا. لا باباكي يحيى بهادر هو اللي اتجوز في السر. وتقدري تسألي امك، قصدي الست والدتك. ماما يا ماما. ايه في ايه؟ الاستاذ المحترم ابن عمي بيقول ان بابا كان متجوز في السر. فعلا ابوكوا كان متجوز في السر. عارفين مين؟ جليلة النبراوي، ام الولد اللي اسمه سامي اللي كان عايز يخطبك. بعدين اتدور على عمتك لبنى. لا يمكن. ايوه لا يمكن بابا يعمل كده. اهو عمل. عليك بقى انت واختك تفكروا في الحكايه دي كويس قوي. باسمي وباسمكم جميعا نهنئ أنفسنا على اختفاء عدو مهم جدا من أعدائنا. مبروك علينا كلنا قتل اللواء جد الله النبراوي. طبعا اللواء جد الله النبراوي خد درس قاسي جدا، لكن يا خسارة مش هيقدر يحس بيه لأنه مات، وبموته بنثبت إنه مستحيل أي قوة تقدر تمنعنا أو توقفنا عن تحقيق أهدافنا. لكن في نفس الوقت لازم نعترف بذكاء اللواء جد الله يرحمه، اللي لولا تعاون وفيق بهادر معانا ما كانش ممكن نتخلص منه. وعشان كده أرجوكم تحيوا معايا وفيق بهادر على أول عملية ناجحة يعملها معانا. أنا متشكر جدا، بشكركم حقيقي من كل قلبي لأنكم اديتوني الفرصة عشان أثبت لكم مدى إخلاصي. ومرة تانية كمان بشكركم لأنكم رغم نفوذكم وقوتكم إلا أنكم بكل تواضع بتعترفوا بذكاء اللواء جد الله. في الحفلة دي أرجو أنكم مرة تانية تحيوا معايا ذكاء اللواء جد الله بس في وجوده شخصيا. دي بقى مش ممكن. حلوة. في مكان بقول لك حيوه في وجوده معانا.
وانت بتحب ابويا. ده جوزي يا حبيبي. وكان جوز اختي. انت اتجننت. بره. مشي الولد ده من قدامي ويكون في علمك انا مش هتدفع لي ولا مليم. دي برضو عارفها. وانت قصدي حضرتك من امتى دفعت لي حاجه؟